سلام، مرحبا بكم في قناة يوميات أم راسم. إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وتكونوا بصحة جيدة يا رب، وتكونوا هنيين متهنين يا ربي آمين. رجعت لكم اليوم فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم، وهي بنيون بريستيج. وصفة ما فيها والو. تقدر أي وحدة تخدمها. نروحوا لمقادير الوصفة. عندي كيلة تاع كفريط، هذاك اللي يجيب الشيكولا. وعندي كيلة تاع كاطو بيمو مرحي. عندي كيلة تاع حلوة الترك. عندي زوج مغارف كبار تاع كاكاو بني، وعندي مغرف كبيرة تاع زبدة، وزوج مغارف مربى المشمش، ومغرف كبيرة تاع شوكولا الطلاء تاع اوبتيلا. نخلط جميع المكونات، وعندي مزهر من بعد نلم بيه. هنايا قبل ما نلوحو المزهر لازم المكونات هذو نخلطهم مليح ونعجنهم، ندخل كلش في بعضاه ونزيد يتفتت هذاك الكاطو. نتحصلوا على واحد العجينه هكا، ما تكونش بزاف طريه. ها نعجنو كما راني ندير انايا، باه ندخلو كامل المكونات. ها شوف، بعد اني هنا ما زدت حتى قطره تاع مزهر، راني نعجن في المكونات هذوك في بعضهم. ها حتى يتنحاو هذوك النقاط البيضاء تاع حلوة الترك، لازم تدخل كامل في القفريط والكاطو. هنايا نبدا نلوح في المزهر، نلوح بالقطرات برك ونعجن، ما نجريش العجينه، نلوح قطرات برك ونعجن حتى نتحصل على عجينه متماسكه. نعجنها مليح تنتحصل. ها شوفوا العجينه متماسكه وتكون رطبه. هنايا نبدا نحكم نشكل كريات هكا، نحلها في يدي ونحشيها لداخل بمغرفه صغيره تاع هذا الشيكولا. والله الشيكولا اللي عندكم ماكسون ولا نيوتيلا ولا واش عندك. وانا درت فيها شويه نوازات. هذه الخطوه اختياريه، تحبي ما ديريهاش خلاص. ثاني يجي البنيون تاعك ابني. ومن بعد سكرت الحبه تاعي، ها يعني قربت لكم الصوره باه تشوفوا مليح. ومن بعد نسكر الحبه تاعي، نكورها مليح ونكمل كامل العجين ونحطهم لازم في المجمد. يا ربي ربع ساعه ولا نص ساعه باه تحكم الحبه هذيك روحها وتبداي تخدمي. هنايا نبدا نطراسي البنيون هذا. انا درتو على شكل ثومه. ها نطراسي غير بالموس، ولا عندك الكوب هذيك ديري بيها. شوف نطراسي بشويه، ومن بعد ندير هذاك الملمع. انا درت ملمع ذهبي، وخدمت وردات بعجينه السكر. ان شاء الله نشارك معكم فيديو خاص بالوردات هذو تاع التزيين. شوف نطراسي من الفوق، ومن بعد ثاني نرجع للتحت ونعطي لها الشكل تاعها تاع الثوب. هنايا نبدا ندير في هذا الملمع غبره نورمال. من بعد كي ندير الملمع نعاود نطراسي، اذا تغطت لي الحلبه على الطراس هذاك تاع الموس نعاود برك حاجه خفيفه باه تبان لنا الحبه مليح. ومن بعد درت نقطه من هذه الشوكولاته تاع الطلا، ولصقت ودرت فيها الورده هذه. راني قربتها لكم. شو هذه عجينه السكر بيضاء لونتها بالكاكاو، وطبعتها بالمول تاع الياسمينة وخدمتها. ان شاء الله نشارك معكم فيديوهات تاع الورود هذه اللي نزينوا بها. هنا كي خلصت مباشرة، كل ما نخلص حبة نلحق في الكيسات تاعها. ها بالشكل النهائي الحلوة.
قلت لكم ما فيها والو هذه الحلوى. تقدر اي وحده فيكم ديرها. وهنا وصلنا لنهايه الفيديو، ما عليا غير نقول لكم تهلاو في رواحتكم، دمتم في رعايه الله وحفظه. ما تنساوش تخليو لي كومونتير وجيم باه تطلع القناه تاعنا، ونزيد نرحب بالمشتركات الجدد اللي التحقوا بنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناتي، شرفتوني. اما المشتركات تاعي الوفيات نقول لكم نحبكم بزاف. ودمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.